مرحبا بكم. اليوم باش نعمل معجون برقدان. اخترت هنا 3 كعبات تومسون كبار، وفما الشامي زادا ما لقيتوش. الشامي هو احسن حاجه للمعجون البرقدان، يجي بنين على الاخر. نختاروا 3 كعبات وطيح معناها الخير والبركه. نوريكم الطريقه كيفاش. باش ناخذ كعبتين نقشرهم، والكعبه هذه نقصها بقشورها. قشروب كيما هكا تجينا ساهله فيسع فيسع. نحاول الشحمه هذه نتاع البرقدان نحيها زاده، هذا الدخلاني بتاعها وهكا. كمل الكعبه الاخرى. نجموا القشوره ذوما تشيحوهم وتستعملوهم بعد الجاتوات الحلويات بصفه عامه. ناخذ توا البرقدان نقصو. نبدا نقص ونحط في الربوع. نحط نرحيه قبل ما نبدا نطيب فيه، وبعد نتعداو المرحله اللي بعدها. وبالنسبه للكيله نتاع السكر، باش ناخذ توا اللي تحصلت عليه نتاع البرقدان نكيلو قداش من صحفه. بالصحفه باش نخدم، باش نكيل قداش من صحفه جاني البرقدان الملحي. نقول لكم قداش السكر. هذه الصحفه الاولى، ما نتصورش. هذه الثانيه. وهذه الصحفه الثانيه. بالنسبة للسكر، الكيلة البرقدان الملحي عليها نص كيلة سكر. معناها أنا جاتني 2 صحفات، باش نعمل صحفة بركة سكر. جاتكم 3 صحفات تعملوا صحفة ونص، دي مع الكيلة نص. كايل صحفة سكر. هذه صحفة كاملة سكر نحطها معاه. باش نبدل مغرفة الحديد باللوح. معجون ماذا بينا نطيبوه، نحركوه بمغرفة لوح
والماعون اللي نطيبوا فيه المعجون يلزم يكون يا تيفال حاجه مطليه من داخل، ما نطيبوش في الينوكس وما نطيبوش في الالومنيوم راهي تشد. نخلط هنا مليح ونحطو توا على الغاز يطيب على نار خافته على الاخر باش ما يتحرقش. هو يعمل الكشكوشه وانا نحي، هو يعمل الكشكوشه وانا نحي، ونشوفوا مع بعضنا الطريقه اللي باش نطيبوه بها. لهنا بدا يسخن شويه خاطر نقص الغاز بالكدا عليه. هكا مره نحرك مره نخليه يغلي. نقصوا عليه بالكدا بدا يعقد توا ويبقبق دو تيل سورت يعمل كدا يطش هكايا، نعرفوا اللي هو راهو سيي طاب. شوفوا كيفاش يلزمو يكون، اكثر من هكا يوليلكم يابس. نطفي عليه ونفرغو ديريكت في الدبوزه اللي باش نحطو. نفرغو توا في الدبابس وتكون شايحه. وبعد هو قد ما يزيد مدة في الفريجيدير قد ما يعقد. نوريكم كيفاش يبدأ. ان شاء الله تعجبكم الطريقة، ونقول لكم بالسلامة في فيديو قادم ان شاء الله.